سلام ومرحبا بكم في قناتكم نيزو شانيل. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا لي بات. كتوجد دغيا وبطريقة سهلة وكتجي بنينة ما تشبعوش منها، كتجي غزالة والمذاق يا سلام. الأهم حاجة أنها اقتصادية وتصلح للغدا والعشاء، وغادي يحبوها الكبار والصغار وكتجي فنة. قبل ما نشوفوا الوصفة ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وما تبخلوش علينا بإعجاب وبكومنتير. ويلا نشوفوا الوصفة جميع. كناخدو مقيله كنديرو فيها الزيت ديال الطون باش يعطينا واحد النسمه واحد اللذه، وفي نفس الوقت كيزيد لينا ديك البنه ديال الطون كيجي غزال. وكنزيدو شويه ديال زيت الزيتون. غادي ناخدو بصيله صغيره كنقطعوها طريفات صغار بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، كنضيفوها حتى هي وكنبقاو نحركو على نار مهيله. وغادي نزيد 3 د الوريقات ديال سيدنا موسى كيعطيو واحد النسمه وواحد البنه يا سلام. عرفتي كي درتها الريحه ديال ورقه سيدنا موسى اللي طالعه عرفتي غزاله. غير كتبان لينا البصله كنزيدو عليها 2 مطيشات اللي كنكونوا مزولين ليهم الزريعه، يكونوا محكوكين اولا مطحونين اللي حبيتو، و2 طيصات ديال الثومه. غادي نضيفو شويه ديال الزعتر كيعطي واحد البنه غزاله حتى هو، خصوصا معروف في لي صوص لا ديال البيتزا ولا ديال لي بات كيعطي واحد النسمه فنه. صدقوني هاد الوصفه غادي تعجب الصغار والكبار، كلشي غادي يحماق عليها. كنسدو عليها وكنخليوها حتى كطيب. كنبقاو مره كنحركوها ولكن دائما على نار مهيله. هاد لاصوص ما كتاخدش وقت كتير ودغيا كطيب. كنسدو عليها وكنبقاو نحركوها مره ولكن في نفس الوقت غادي نطيبوا لي بات. كنديروا الماء في كاسرونه نخليوه حتى كيغلي، وغادي نضيفو عليه ان شاء الله لي بات. انا استعملت هاد النوع ديال لي بات الباني هاد الصغيورين اللي كيداروا في لي سالاد، انا كيعجبوني، ولكن ممكن تستعملوا اي نوع ديال لي بات كيعجبكم. من بعد ما درت لي بات في الماء غادي نضيف الملحه وغادي نحركها وكنخليها طيب. نرجعوا دابا نشوفوا لاصوص الطوماط فين وجدات. هي لاصوص ديالنا وجدات كتجي على الشكل. دابا نضيفوا لها التوابل. غادي نضيفوا الملحه، كنزيدوا البزار، سكينجبير، تحميره، الحبق بالنسبه اللي متوفر عنده هو كيجي زوين، اللي ما متوفرش راه ماشي ضروري، ومعلقه كبيره ديال حكت مطيشه. كنحركوا كلشي. صدقوني انا متاكده ملي غتجربوا هاد الوصفه غادي تعجبكم. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وما تبخلوش علينا بجيم وكومونتير. كنحركوا المكونات كامله حتى كتجانس مع بعضياتها. بالنسبه لي بات انا نسيت ما قلت لكم شحال درت. انا درت 300 غرام. من بعد ما وجدات لينا لي بات كناخذوا داك شويه الماء اللي تسلقات فيه، كناخذوا منه شويه كنضيفوه على لاصوص هكذا حتى لاصوص ما كتبقاش لينا عاقده. غادي نبدا دابا نزول ورقه سيدنا موسى ونضيف الطون. بالنسبه للطون كل واحد ممكن يدير الكميه اللي بغا، وغادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الفرماج كريمي. بالنسبه اللي ما متوفرش عنده ممكن يستعمل الفرماج مثلث. كنحركوا المكونات مع بعضياتها حتى كتجانس مزيان. هيا من بعد ما ولات بهذا الشكل كنصفيو لي بات ديالنا وكنضيفوها على ديك لاصوص. الوصفه راه ما كتاخذش وقت كتير، دغيا كتوجد، يعني ممكن توجديها في اخر لحظه. كنحركوا كلشي. عرفتوا واحد الريحه طالعه منه كتشهي، واحد الريحه غزاله كيجي معين لك. شوفوا معايا التعليكه حتى باش نهزو نحط في البلا راه كتبان لكم التعليكه، كيجي غزال وبنين، كيجي شهوه منه، وانا متاكده غادي تحماقوا عليه وليداتكم حتى هما. انا زوقت هنايا بشويه ديال الربيع وضفت واحد العريش ديال الحبق. عرفتي راه كتجي النسمه ديالو والبنه ديالو زوينه بزاف. سجلوه عندكم وجربوه وردوا عليا الخبر. انا متاكده ما غاديش تنوني غتجربوه وغادي توليو تعتمدوه.
ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وما تبخلوش علينا باعجاب وبتعليقاتكم الزوينه.